حمدا لك رب ملء السماوات والأراضين وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد يا رب العالمين. أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك وأنبياءك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، صلوات البر الرحيم على النبي الأمي الأمين وعلى سائر من دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معاشر أحباب رسول الله، عيد الأضحى سنة للقادر عليها، فلقد ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم العاشر من ذي الحجة على كبشين أقرنين أملحين، فسمى الله وكبر ثم قال: اللهم هذا منك وإليك، اللهم هذا عني وعن أهل بيتي، فنحره بيده صلى الله عليه وسلم. ثم جيء بالكبش الثاني يمشي في سواد وينظر في سواد، فأضجعه مستقبلا به القبلة وقد حد شفرته ليريح ذبيحته، فذلك من الإحسان. فليس في اليوم العاشر عمل أثقل في ميزان العبد في الأيام العشر الأولى من إهراق الدم. فقال عند ذبح الثاني: اللهم هذا منك وإليك، بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عن فقراء أمتي من لم يضحي إلى يوم القيامة. إن كانت الأضحية معاني التضحية في سبيل الله التي جعلت إبراهيم يضحي بحب الولد الذي جاء على قدر اشتياق عظيم على كبر السن: اخرج به واجعله في أرض غير ذات زرع، لم يقل لماذا يا رب لقد أعطيتني على كبر السن فأنا أحتاجه، لا، خرج بها وبولدك. فيخرج مستسلما لأمر الله، وحينما يصل إلى الأرض الموعودة يترك المرأة ويترك الصبي الصغير، معهم زاد قليل، فيرجع دون أن يلتفت، فتقول المرأة مدهوشة: لمن تتركنا في أرض مليئة بالهوام لا تنبت كلعا ولا يجري فيها ماء، الزاد قليل والماء قليل. فلا يجيب، ففي الثالثة تقول لا، وهي تعرف أن زوجها عاقل بل سيد العقلاء، وتصرفات العقلاء مصانعة عن العبث. الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. استسلام لأمر الله يا أخي، استسلم هو في أن يفترق مع فلذة كبده وقد جاء الولد على شوق وعلى كبر، واستسلمت هي لأمر الله حين علمت أن الآمر هو الله. إذن لا يضيعنا يا أخي. ولما بلغ السعي وفي زيارته إلى هذه المنطقة يرى في المنام يا أخي، ليس جبريل من جاء بالوحي، رؤيا يا حبيبي، رؤيا. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. يا منام، رؤيا. فقال له الولد البار: يا أبت افعل ما تؤمر. استسلام 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 الوالد ثانية في ذبح الولد. فلو أمر غير إبراهيم أن يذبح الولد لكان ذلك أخف على قلبه وأقل وقعا على قلبه، لكن الولد يذبح، ومن الذي يذبحه؟ هو الوالد. استسلام الأم فلم تعترض، واستسلام الولد، عائلة مستسلمة مضحية، الوالد يضحي بالولد، والأم تضحي بفلذة كبدها، والولد يضحي بنفسه. الأضحية هي قمة نصرة الدين والفكرة والدعوة بكل ما تملك، ولو كان ذلك بنفسك وولدك.
فخرج إلى منى لينفذ أمر الله. وانظروا إلى نجابة الولد وذكائه، وانظروا إلى إخلاصه في تنفيذ أمر ربه. فقال لأبيه: يا أبت إذا أردت أن تنحرني فاجعل وجهي إلى الأرض، فإني أخشى لو ذبحتني وعيناي في عينيك أن تتحرك شفقة الوالد في كبدك فيكون ذلك حائلا دون تنفيذ أمر ربي. أي استسلام لأمر الله، أي استسلام لأمر الله. فلما أسلم وتله للجبين جعل الجبين إلى الأرض. يا أخي، هنالك فداه الله بذبح عظيم. أردت أن تفدي نفسك من الذبح؟ لا 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 لا، أردت أن تفدي نفسك من النار. الذبح مسألة عادية، الذبح هو فقط عنوان. راهم يموتوا الناس غير في الأقصيدات بالسكيرة، وراهم يقتلوا بعضهم بعض على القمر في الليل في القهاوي، راهم يقتلوا بعضهم بعض على كيران. أرواح أصبحت رخيصة، أغلى شيء هو روحك. وأصبح المسلمون لما ضلت بوصلتهم أن يضحوا بالأرواح من أجل الدنيا، من أجل أشياء تافهة لا تذكر، في الماخورات، في الصناديق الليلية، في السرقة. يا أخي، روحك كرامتك، ينبغي أن تضحي لنصرة الدين. ولذلك أقول لهؤلاء: كرامتك، دينك، فرب أرحم بك من رحمة الوالدة بك. الأضحية هي أن تضحي في سبيل الإسلام، لا أن تضحي بالإسلام والدين في سبيل شهواتك. قلبنا الآية، حولنا عيد الأضحى الذي يرمز إلى التضحية والاستسلام لأمر الله والتضحية في نصرة الإسلام، حولنا إلى تضحية بكرامتنا، بأخلاقنا، بدماء وجوهنا. وصرنا نعنت أنفسنا ونشدد على أنفسنا، والله لم يعنت المؤمنين، فهي سنة في حق القادر عليها. هي سنة في حق القادر عليها. هي سنة في حق القادر عليها. نزيد لك واحدة أخرى: والقادر عليها يجوز له أن لا يضحي. أتدرون لماذا؟ إذا كان القصد من ذلك أن يرغب الناس في أن لا يشددوا على أنفسهم، يعطي النموذج والمثال. فقد كان أبو بكر وعمر يملكان ثمن الأضحية وهما خليفتان فلا يضحيان، فلما سئل عن ذلك قال: حتى لا نشق على من لا يجد. الله. ولذلك يسألني بعض الأغنياء اللي في فرنسا، يقول لك: أنا ما غاديش نضحي، واش نقدر نصيفط لخويا في المغرب؟ صفر. لا تضحي وأرسل ثمن. واخا شي واحد يقول لك: لا، الأضحية. شوف يا أخويا، شوف، الله يرحم لك الوالد، أرسل إليه ليضحي وآثر على نفسك، آثر على نفسك. حتى القادر إذا كان بقصد أن يكون نموذجا يحتذى يجوز له أن لا يضحي، خاصة في زماننا هذا. أما أن يتحول الناس في هذه الأيام فيكدرون أجواء الأيام العشر التي ذكرنا فضلها في الجمعة الماضية، لمن ذكر، اللي يحضر المرة الفايتة راح يحضر إن شاء الله تعالى البرنامج. تحدثنا اليوم، يحضرون غيرها. يكدر صفو الأيام العشر التي العمل الصالح فيها هو أحب إلى الله من الجهاد في سبيل الله، لأن أيام التضحية يا أخي. سيدنا إبراهيم ضحى بروحه. هذه أيام الجهاد، جهاد النفس،
لكن تتحول الشوارع عندنا والمساجد والأحياء إلى طوابير من الناس. والله الذي لا إله غيره ما رأيتهم في المسجد طيلة العام، فلا أراهم إلا في هذه الأيام. واسمه بيت الأضحية. يا أخي، هل صليت يوما ما؟ هل ذكرت ربك يوما ما؟ هذا الحرص الذي تحرص الآن على الأضحية. أتحرص على الأضحية التي هي عبادة والتي هي فقط سنة في القادر، أما أنك تحرص على شيء آخر؟ إن كنت تحرص على اللحم وكلام الجيران وعيون الصبيان، فالله يقول سبحانه عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. أين التقوى؟ تريد اللحم فقط؟ اللحم اطلبه في العام كله تجده، فلماذا اللحم فقط في هذه الأيام؟ إن كان اللحم هو المقصود وأعين الجيران وأعين الصبيان فليكن في كل الأوقات. أما في هذه المناسبة اللحم شدر ما قالكش اللحم. إذن فلا تضحي بكرامتك، ولا تضحي بأخلاقك، ولا تضحي بماء وجهك. من أجل هذا لا تضحي. لا ضحيت بسبيل واحد حاجة كبيرة واخ تضحي روحك، تبيع روحك بخروف ولا راه دائما نقولها. فلما استفحل الأمر، شوفوا اسمه ولا طمع فينا من يريد أن يفسد ديننا. فأنت تمر في شوارع مدينة وجدة فترى لافتات فيها كبش يقف على قدميه، فتستغل البنوك الربوية إقبال الناس الجشع على خروف العيد، فتغريهم بإعطائهم ما يسمى بقرض ربوي من أجل أن تقيم شعيرة. يا الله، تخلصوا في 20 شهر، تديه في العام وتبقى تخلص عامين. تفرح نهار باش تحزن عامين. قال لك نفرح أولادي بحال النعامة تغطي راسها كي تحرف وتفرح أولادك، وعامين وانت تخلص منين تجيبها؟ يخلط عليك العام الجاي، ما عندكش باقي لك عاد عام باش تخلص، وخصك تشري واحد اخر تاع عامين. انظروا إلى الحالة التي آلت إليها الأمة، وانظروا كيف شوهت العبادات. الربا، محاربة الله من أجل أن تؤدي سنة تؤدى والعياذ بالله بمحاربة الله. تحارب ربي باش تقول له ندير السنة. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. غدا من غدا ملي رحنا نشوفوا بين الكبش يعطى القرض من أجل شراء الأضحية، غدا من غدا واش نصيبوا؟ قرض ميسر لفائدة من يريد العمرة أو العمرة، ولا قرض لفائدة من يريد أن يحج، هذا الحج بالربا. قرض لفائدة من يريد أن يصوم، لأن الصيام خص الفلوس باش تشتروا العقاقر والزعفران والشباكية والغريبيلة. قرض ميسر مبارك، نسميوها القرض، نسميوها القرض، قرض الصايم. قرض الصايم، يقرض الصايم. قرض للصائم باش تصوم مهني، باش تشري الشوربه والحمص باش دير الحريره. قرض. يولي الصيام بالقرض، والحج بالقرض، والعمره بالقرض، والعيد بالقرض، وحتى الزكاه نديروها القرض. يبغى يزكي روح نقرضوك وزكي، نقرضوك ورزق. شفت فين رحنا غاديين؟ قاطعوهم، قاطعوهم. بنوك تستغل عياذا بالله تدين الناس المنحرف، قاطعوهم. هذا منكر، إعلان عن إشاعة قرض الربا فين؟ في عيد الأضحى. منكر، جريمة في دولة دستورها القرآن.
مش سهلة هذه. بدي لها الإعلان والإشهار في الشارع، الناس فايتة. هذا حرام، هذا حرام فاحش يعلن عنه يجاهر به، وكل أمتي معافى إلا المجاهرين. الجهر بمحاربة الله مصيبة، هذا منكر. هذا لا يعفينا من أن نقول في الأخير تراحموا، تكافلوا في هذه الأيام، تعاونوا، فليكن ذلك انطلاقا من إيماننا بالتراحم والتكافل، أن يكون المنطلق هو عبادة الله حتى في التراحم والتكافل. أنا أضحي من أجل أن يفرح أخي هكذا، لا ما يجي عندي، أنا أتي به إلى بيتي ليفرح في هذا اليوم، فأضحي، أضحي بهوايا، أضحي بشهواتي، أضحي. فاحيوا معاني التضحية في أيام التضحية. نسأل الله سبحانه عز وجل الذي يرى مكاننا ويعلم سرنا وعلانيتنا، والذي جمعنا في هذا اليوم في آخر جمعة في ذي القعدة قبل دخول ذي الحجة 2010 1431. اللهم كما جمعتنا اليوم في بيت الله على طاعتك اجمعنا جميعا غدا مع الحبيب في جنتك. ارفدوا يديكم للسماء. يا ربي يا ربي، حضروا حوايجكم، اللي عنده شي حاجة ملحة يحضرها في القلب، نغتنموا هذه السويعة تاع الإجابة. اللي عنده شي حاجة يحضرها في قلبه. يا ربي، العباد عبادك، والبيت بيتك، والطاعة طاعتك، والجمعة جمعتك، والساعة ساعتك، فإني أرفع إليك حوائج الحاضرين فاقضها يا رب. اشفي مرضانا، ارحم موتانا، فك أسرانا، اقضي حوائجنا، اصلح أولادنا، اصلح بناتنا، اصلح نساءنا، اصلح جميع المسلمين. اللهم انصر إخوتنا في غزة وفلسطين، اللهم انصر إخوتنا في العراق وفي أفغانستان، في كل مكان. اللهم جنب السودان التفتيت والتشتيت، اللهم أفشل خطط الأعداء في تشتيت الأمة. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب ومسبب الأسباب وسريع الحساب، اهزم الصهاينة الملاعين، اللهم اهزهم وزلزلهم، اللهم احصهم عددا، اقتلهم بددا، شتتهم قددا، لا تغادر منهم أحدا، لا تبقي منهم أحدا. اللهم عليك بجند أمريكا الطغاة الظالمين، اللهم إنهم قد انفضحوا وانكشفوا، اللهم إنهم انفضحوا وانكشفوا، ووقف العالم على جرائمهم في وثائق كشفت سرا وعلانية، وما خفي أعظم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم سلط عليهم سيف انتقامك. اللهم يا رب يا رب شتت شملهم وخرب ديارهم. اللهم عصبهم بداء الجنون فيمشون في الطرقات لا يعرفون إلى أين يذهبون. اللهم سلط عليهم الأدواء واقطع عنهم القطر من السماء. يا رب يا رب يا رب يا رب يا الله يا الله يا الله، عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. لقد طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد يا رب، واستحلوا دماء العباد وخربوا البلاد، فصب عليهم يا رب صوت عذاب، إنك لهم بالمرصاد. وجميع من يتعاون معهم في السر والإعلان. محمد السادس، اللهم أريه الحق حقا وارزقه اتباعه، أريه الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، وفقه للعمل الصالح ووفقه لصالح العمل، وأيده ببطانة ممن يخافونك ليعينوه على تحمل أمر هذه الفئة من أمة رسول الله. يا رب ول أمورنا خيارنا، لا تول أمورنا شرارنا، وارفع مقتك وغضبك عنا. وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم. سنلتقي إن شاء الله بعد جمع بإذن الله، فنسألكم الدعاء، ونحن حيثما ذهبنا سندعو الله لكم في كل مكان. وصلى الله على حبيبنا محمد والحمد لله.